السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هشرح لك دلوقتي ايه هو ملف الوان كليك، ولكن زي ما احنا فاهمين او متعودين الشرح بيكون لفئتين: فئة المحترفين وفئة البطيخة. تمام كده؟ طيب مبدئيا المحترفين هشرح لك في 30 ثانية. الملف عبارة عن ملف تنفيذي بتنزله عند العميل او عند الشخص اللي انت هتحل له المشكلة بتاعته، وتضغط عليه دبل كليك، بيرمي نفسه على الرامات عندك، وبعدها بيعدل على ملفات البي سي دي، وبعدها بيراستر، يفتح معاك، دخل على الرامات على اسطوانة الصيانة، كأنك قاعد على الجهاز وحطيت الفلاشة. تمام كده؟ فتح وفتح لك الان ديسك، بيدي لك الان ديسك العميل، بتروح داخل على الجهاز تفرمط، تثبت ويندوز جديد، تعمل اللي انت عايزه كله براحتك. وضحت كده؟ في 30 ثانية خلاص. اللي بعده بقى يا معلم، اللي هو مستوى البطيخة. حبيبي بقى، هو ده اللي عايز ياكل عيش، عايز يبقى زيه زي المحترفين ويعمل فلوس. تمام؟ هتعملها ازاي يا برنس؟ خد عندك بقى، انت بالذات انا هشرح لك باستفاضه وعلى روقان لانها دماغ رايقه. مبدئيا انا راجل عندي محل مثلا، انا هشرح لك عملي بحيث ان انت تبقى فاهم الموضوع بحذافيره. انا عندي هنا مثلا 1000 جهاز وانا في السعوديه مش في مصر. ال1000 جهاز دول انا هبيعهم للعاصمه الاداريه في مصر مثلا، في ايا كان موزمبيق. تمام؟ بس انا مسؤول عن صيانتهم، بمعنى اصح صيانه طبعاتهم، تعريفاتهم، ويندوزاتهم، فيروساتهم، كل حاجه، برامج كاشيرهم، ايا كان. تمام كده؟ طيب انت اتفقت معايا انك هتشتري ال1000 جهاز. يلا يا عم احمد اظبط الدنيا. بروح داخل، انا طبعا عندي ويندوز جوست خاص بيا او اللي انا رفعته لكم على الفيسبوك قبل كده، بثبته وبثبت طبعاتي وتعريفاتي وكل حاجه. الجهاز ده معاه طبعه كذا، خلاص اتحفظت على جنب والامور تمام. خلصت الويندوز بالتعريفات بكل شيء، بدل ما اطفي واسلمه للعميل بعمل حاجتين. اول حاجه، ملف الوان كليك اضغط عليه دبل كليك، بيرمي نفسه في السي، وبعد كده يرمي الملفات على الرامات، يرستر الجهاز، يفتح معايا على اسطوانه الايه، الصيانه. اروح قافل الان ديسك واروح عامل باك اب بالاكرونس واحفظه على الدي. تمام كده؟ بياخد له زي 7 8 دقايق. ناخد حته بعد اذنك. المهم اتحفظ على الدي واتحفظ خلاص، الموضوع خلص بتعريفاته بطبعاته بكل شيء. اعمل ايه بعد كده؟ خلاص اطفي الجهاز، احطه في كرتونته وخلاص هيروح للعميل. خلصت ال1000 جهاز وبعتهم للعاصمه الاداريه مثلا، او في مصر او موزمبيق زي ما اتفقنا. تمام كده؟ وانا قاعد هنا في السعوديه، بيني وبينك 3000 كيلو، 10 ايا كان، في المريخ. المهم راحوا هناك اشتغلوا اول يوم، سنه سنتين، فجاه الاي تي اللي هناك مثلا او وسيله التواصل، اول صاحب الاجهزه: يا هندسه انا حاسس ان الجهاز تقيل، حاسس ان فيه فيروسات، الدنيا عندي بايظه، انا عايزك تجيني احجز لك طيران واجي لك عشان احل لك المشكله. لا، كل اللي انا هعمله، وتبقى عيل صايع برنس، لو الان ديسكات بتاع الاجهزه كلها حفظتها عندك في شيت. تمام؟ عشان تبقى عارف كل واحد، واصيع كمان لو انت عملت باسورد للان ديسك. خلاص كده؟ يبقى عندك ال1000 يوزر او 1000 اي دي بتاع الان ديسك بالباسوردات بتاعتهم موحده مثلا، ايا كان. قال لك يا باشا كل الاجهزه اللي عندي متدشمله فيروسات، قول له عينيا الاثنين، وصل الانترنت بس. هي كده كده الاجهزه واصله انترنت، وكده كده الاي دي معاك، انت مش محتاج العميل اساسا في حاجه. كل اللي هتعمله ان ديسك متثبت، ما تنساش، مش مثلا موجود ومش متثبت، لا ده متثبت وباسورد كمان. على ان انا هفيدك وهدلعك، مفيش حد شرح الكلام ده قبل كده، واللي هيشرح بعد كده هياخد مني. فاهمني؟ خد عندك بقى. لو متضايق من الاكل ولا حاجه عادي يعني، المهم تروح داخل يا معلم فاتح ان ديسك، وتاخد الايديهات بتاعتك جهاز جهاز. اروح داخل باسورد موجود قدامي، اروح كاتب الباسورد، دخلت على الجهاز خلاص. تمام كده؟ بعد ما فتح الجهاز معايا، كل اللي بعمله اضغط بس على الوان كليك، دبل كليك، الجهاز راستر، دخل على اسطوانه الصيانه.
كأني جيت عندك هناك في مصر وحطيت الفلاشة وداخل على اسطوانة الصيانة. بيفتح يروح متصل بالإنترنت أوتوماتيك، حتى لو واي فاي بيشبك أوتوماتيك. وبيعمل إيه بعد كده؟ بيفتح الإن ديسك برضه أوتوماتيك ومتصل بالواي فاي. خلاص أمورك تمام. خش بقى يا معلم. كل اللي أنت هتعمله إنك تدخل بس إن ديسك فقط لا غير. هدخل افتح البارتيشن ويزارد، اقسم، احول من ام بي ار لجي، ايا كان اللي انت عايز تعمله بقى. كبر مساحات، تثبت انتي فيروس عشان تنظف الفيروسات، ايا كان بدماغك اتعامل. بعد ما تخلص اللي انت عايزه هتروح بقى مرجع الباك اب بتاعك اللي انت كنت حافظه، او اللي انا كنت حافظه هنا من سنه قبل ما العميل ما يشتري الاجهزه. طبعا الطبعات واصله والامور تمام، واخد بالك. الويندوز هينزل بايه؟ بتعريفاته الخاصه بالويندوز، تعريفات الطبعات، كل حاجه زي ما كانت، كانك لسه واخد الجهاز مني دلوقتي حالا. والسي على الاقل نضيف، مفيش فيروسات ولا في اي حاجه. خلاص كده ثبته بالاكرونس او بالنورتون جوست، انت ودماغك. لو شغال ام بي ار شغال جي بي تي، انت وراحتك يعني، على حسب اللي انت حفظته قبل كده، ام بي ار او جي بي تي، نورتون جوست او اكرونس. تمام كده. اخد حته بعد اذنك. المهم يا كبير، ثبت الويندوز خلاص. الجهاز راستر اشتغل لان هو على البوت بتاعه زي ما هو، مفيش حد ثبت ويندوزات الا انا. فالبوت ام بي ار جي بي تي فتح معايا. طب بعد ما يفتح اشيك بقى، كده كده لان ديسك هو متثبت، ما تغيرش الاي دي. يفتح معايا، اروح داخل تيست برينتر واشوف الطبعه طبعت معايا ولا لا، بيظهر لي. تمام. طبعت خير وبركه، ما طبعتش يبقى هو غير المكان بتاع اليو اس بي، حطه في مكان تاني. الكلام ده على طبعات الكاشير، انا بتكلم على الكاشير مش الاتش بي والكانون والحاجات دي. اتش بي وكانون والحاجات دي تطبع عادي معاك خالص، مفيش اي مشكله في اي مكان. الكاشير لا، مكان واحد، منفذ واحد يو اس بي، ما ينفعش يتغير. اذا اتغير مش هتطبع. في الحاله دي اروح قايل له ايه؟ ركب الكابل في المكان التاني، يركب في التاني لحد ما تطبع معاه. طب يا عم انا مش عارف اتواصل معاه مثلا، حاضر. عيد التعريف بتاع الطبعه بس من اول وجديد. وكده كده التعريف اصلا انت مثبته، يعني يا دوبك هتغير البورت من المنافذ بس، او هتغير المنفذ من البورتات، هي عشان مش واخد بالك كده. خلصنا كل ده وانت قاعد مكانك. انا قاعد بهري لك، خلصت القصه كلها في 7 دقايق. تمام كده. القصه دي هتوفر عليك كتير جدا جدا، وانت قاعد مكانك تقدر تعمل ال1000 جهاز كلهم عن طريق الان ديسك وانت قاعد. كل اللي هتعمله ان ديسك فقط لا غير. فهمت كده الآلية نفسها بتاعت الوان كليك؟ طيب 8 دقايق خلص الفيديو يعتبر خلاص. اللي جاي ده كله كده هري في الفاضي ملوش لازمة. رجاء لو عجبك الفيديو قول لي رأيك. ما عجبكش الفيديو قول لي برضه رأيك بالأدب وبالاحترام، وحاول أرد عليك وأفيدك برضه لو في حاجة أنت مش فاهمها. طيب ولو بقى أنت مش فاهم أساسا الشرح اللي أنا هريت فيه ده كله، قول لي في نقطة كذا أنا مش فاهمها، وانا هفيدك واشرح لك واقول لك الوضع كده كده كده. خلاص كده مش هنطول على بعض. لما الاقي الناس فهمت اللي في الفيديو ده باذن الله يتم نشر الاسطوانه مباشره للكل، ولا شيرات بقى ولا انت فاهم، مش بتاع شهره انا، لان انا مش عايز وش. تمام يا كبير. يلا ربنا يزيدكم ويرزقكم جميعا، وخليك فاكر كل ده زكاة عن صحة أهلي. مش هقول لك أمي بس، لا، أمي وولادي وعيلتي وأسرتي تمام، لأنها راجل مغترب، مش بستعطفك ومش فارق معايا اي حد في الكوكب الحمد لله. فاهم حاجه انت استفيد، خد العلم اللي انا بقوله لك، ما تقولش ده متكبر، انا مش فارق معايا حد حقيقي. تمام، واعتبرني متكبر، بس انت خد العلم اللي يفيدك، خد مني العلم بس. اشتغل. اول ما تمسك 100 200 300 جنيه او 1000 او ايا كان، ساعتها هتحس ان انا فدتك. فاهمني؟ مش هتقول بقى ده متكبر، ده مش عارف ايه. ممكن اوصل لك معلومه بغشم شويه، بس خدها ثقة. لو طبطبت عليك واديتها لك كده مش هتنساها بعد فترة. لكن لما زفك فيها الزفة اللي هي اقول اخش اعمل كده تك تك خلصنا، سبتت ليه؟ ده رخم، ده مش هتقعد بقى تراجع ورايا. خلاص انت حفظتها اساسا لان الموضوع بقى علامة عندك. تمام كده. يلا يا باشا،
ما تزعلش مني في كلامي، بس انا بحاول افيدك والله. كل واحد اسلوبه بقى. تاخد حته. السلام عليكم.